السلام عليكم الاخوان، مبروك على المنتخب المغربي. صراحه اليوم المنتخب المغربي حيدنا الشك ديال بصح وصافي، راه نقدروا نقولوا ان عندنا منتخب ناضي وغادي نديو كاس افريقيا في الجيب، رانا نشوفوا كاس العالم 7-0 نتيجه كبيره. المنتخب اليوم راه كرم اصاحبي داك الضيف ديالو. داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نشوفوا البيوتا كاملين اللي تماركاو وغادي نديروا لهم تحليل ونشوفوهم واحد الزاويه واحده اخرى. بغيتكم تتبعوا معايا الفيديو مزيان، ولكن قبل ما نشوفوا الفيديو ونشوفوا البيوتا كيفاش دايرين، عندي لكم واحد السؤال والصراحه بغيتكم تجاوبوني عليه في التعليقات. كون كان زياش في المنتخب، واش كان المنتخب غادي يربح بنفس النتائج؟ بصيغه واحده اخرى، واش كنا غادي نربحوا ب7-0 مثلا، ولا الكابون كنا غادي نربحوها بداك النتيجه؟ وكنتمنى تجاوبوني على هذا السؤال في التعليقات، وما تنساوش ديروا معكم لايك للفيديو. ويلا نبداو الفيديو ديالنا. هنا كره جات عند ادم ازنو بان له الزلزولي هارب، عطاه كره. الزلزولي شنو دار؟ زاد اخترق واحد شويه، اين فوا بانت له الفجوه اللي فيها اناحي واقف، عطاه كره واحد الباس زوين جات عند اناحي نيشان في رجلو. هنا اناحي صراحه بهادشي باش يعجبني، لاحظوا معايا مزيان اناحي شنو كيدير هنايا. لاحظوا شوف، اناحي عنده واحد القدره على التغيير ديال الاتجاه ديالو بواحد السرعه كبيره. تخيلوا انه كان تيشوف في واحد الاتجاه فراه مشات عين دار تيقلب على الحل. شوف هنايا فاش دار شنو اللي بان له السي ابراهيم. اما ابراهيم دياز فاش جا فراه دار واحد السكان خفيف وبان له الكور ديال الخصم واقف في ليم. داكشي علاش ابراهيم دياز في العقل ديالو قال غادي تجيني كره غادي نضربها في اليسار نيشان. داكشي اللي كاين، ما كونترولا كره ما والو، باش جايه باش ضربها نيشان في الزاويه بعيده على الكور. باق ماركا بيت واعر الصراحه، برافو ابراهيم دياز. اليسي ابراهيم ديما باغرير. الهدف الثاني الا لاحظتوا نفس العناصر تقريبا، ادم ازنو والزلزولي كانوا مقاتلين على واحد الكره. هنايا عجبني ادم ازنو بزاف داك القتاليه ديالو بالرغم من انه مازال صغير. فالزلزولي بدا تيطايف، جبد الكره ديالو هز راسو، بان له ابراهيم دياز في نفس المكان تقريبا. انا كنظن هنا ابراهيم دياز قال ما غادي نزيد ما نقص، داكشي اللي درت في البيت الاول غادي نديرو في البيت الثاني. جاتو كره، جر شويه اللاعب، خلق واحد المساحه منين يتيري، الراق بيت نقي. اما الهدف الثالث فكان ركنيه يتكلف فيها بن صغير ورحيمي. هنا كتشوفوا بن صغير عطا كره، رحيمي حتى هو فنان ما عطلهاش، كان واقف في البوزيسيون ديالو مزيان، ضرب كره دخلات. هدف صراحه ناضي. ودابا غادي نشوفوا احسن اجمل هدف داز في هذه المباراه كامله، واللي عجبني انا بزاف واللي خلاني نفهم باللي سفيان الرحيمي هو احسن مهاجم داز في المنتخب المغربي كامل. انا ما بغيتش نقول هذه الهضره، ولكن راه فعلا في هذا لاسيست هذا اللي دار سفيان الرحيمي راه حيد لي الشك، خلاني مبلوكي. شوفوا معايا هنا ابراهيم دياز كان سابق في الهجوم، وسفيان الرحيمي جاتو واحد الكره عند اناحي. شنو دار سفيان الرحيمي؟ بلا ما يهز راسو، بلا ما يشوف، بلا ما يدير حتى شي حاجه، عطى اسيست خرافي. اسيست فعلا خصنا نقولوا كيف راه. هذا الفيديو هذه اللقطه هذه راه خصكم الدراري تقطعوها وديروا عليها داك التعليق ديال كيف راه. واللي عجبني بزاف في هذا البيت هذا فهو الانهاء ديال ابراهيم دياز. هنايا ابراهيم دياز فاش شد الكره، الكور كان خارج. الصراحه الكور هنايا اخيب حاجه دار هو خرج باش ياخذ الكره لابراهيم دياز، لان راك خارج عند السبعه صاحبي. واش كاين شي واحد تيخرج اون فاس مع السبع؟ راك غادي توقف قدامك وغادي ياكلك. داكشي اللي دار لك ابراهيم دياز. شوفوا الكره هنايا كيفاش دار، ما عرف راسو واش يرجع للور واش يطيح واش يميل، صافي بقى تيتفرج في الكره دخلات. ماركا بيت واعر ابراهيم دياز. ولكن لاسيست ديال الرحيمي راه كان خيالي يا اخوان، والله الا كان خيالي. اما البيت الخامس فكان عباره عن بيلانتي ضربوا رحيمي. ندوزو نيشان البيت السادس ما نطولوش بزاف، كفره ضربها الزلزولي وماركاها النصيري على الطريقه اللي ماركا بها البرتغال في كاس العالم. طار في السما النصيري عطاها الراق. ما عندي ما نسالك السي النصيري، كنتمنى تبقى ديما هكايا. دابا غادي ندوزو لثاني اجمل هدف في هذه المباراه كامله. انا ما فهمتش وليد الركراكي واش كيدخل لنا السيباري في الاخر باش يدير لنا داك لافينيسيو ديال المباراه، تيدير داك الفاينل تاتش، فهمتي داك اللمسه الاخيره. حتى في هذا البيت تالق عاوتاني كيف ما الماتش اللي فات، ماركا البيت الاخر كيف تيقولوا الاخر مبخر. فهذا البيت هذا الاخر مبخر عند السيباري ما يمكنش. ولكن انا اللي عجبني في هذا البيت عاوتاني هو لاسيست ديال امرابط. الصراحه امرابط تخدم على راسو ديال بصح ولا ناضي في هذه الامور. فشوفوا معايا هنايا لاسيست جات من وسط الميدان نيشان عند السيباري. شنو درتي السي امرابط؟ راك اختصرتي اللعابه يدريبلي ويديروا التيكي تاكا وكلشي. ولكن السيباري هو اللي عجبني كاع اكثر، لانه ما كونترولا كره ما والو، استغل الفرصه بحال ابراهيم دياز. نيشان استغل الفرصه، الكور خارج، هز عليه الراق، شد عبارو بالمسطره. ولكن اللي طيرني هو اللعابه ديال الخصم كيفاش يضحكوا هما خاسرين 7-0. يا والله القسم الى المنتخب خلاني ناشط ديال بصح. كنتمنى المنتخب يبقى هكا، وفاش لعبوا في كاس افريقيا ضد انديه اللي قويه بحال مصر وبحال كوت ديفوار بحال جنوب افريقيا، كنتمنى المنتخب المغربي يخرج بحال هاد النتائج. اخوان الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليونا تعليقات ديالكم وتهلاو لي فراسكم.